السلام عليكم. بسوي معاكم بازيلا المثلجة أو البازيلا، أو يعني كل اسمه، لكنها بازيلا مبردة أو مثلجة. كل ما أحتاج إليه بازيلا، بصلة، فلفل حار. إذا حابينها تكون حارة تقطعونه شرايح، إذا تبونها يعني لا بحارة ولا باردة فبدون تقطيع. وعندي فصوص ثوم على حسب. أيضا عندي زنجبيل وكمون وفلفل أبيض حار وملح ومعجون طماطم وزيت وماء. ونبدأ بالطريقة بإذن الله. هذه تكون أسهل طريقة للمبتدئ. هنا أغطي البصل على زيت زيتون، ملعقة أو ملعقتين أو 3 على حسب، ونتركه حتى يتغير لونه إلى البني الفاتح أو الذهبي. ونضيف الثوم والفلفل، ثم يعني اللهم صل على النبي نضيف باقي المكونات. الثوم يكسر النكهة، يعطيك نكهة. إذا مو حابين ثوم، اللي ما يحبه عادي، بس كان يعني ما يحطه. الشيء الثاني بالنسبة للبهارات فهي اختياري. البهارات اللي انت تحبينها حطيها، اختياري، اعيد واكرر، اختياري. ايضا السر في هذا البازيلا معجون الطماطم، لابد معجون الطماطم. اذا حابين تضيفون بدل معجون الطماطم طماطم مطحون سلطات عادي ما تمشي. إذا تبون تستغنون عنه وتضعون طماطم عادي ما عندكم مشكلة، عاد كله ذوقه يعني. لكني أنا أعطيكم أسهل طريقة اللي كثير وأنا أولهم كنا نستصعبها. الآن اللهم صل على النبي. هنا أضيف معجون الطماطم على حسب يعني اختيارك من طماطم. هذا السر أنا في نظري سر في لذاذة وتغير طعم البازيلا. الشيء اللي بقولكم أنا ما أيد المعلبات عفوا. البازيلا المعلبة المثلجة تكون أحسن. اللهم صل على النبي. تجيك لونها الطبيعي وتجيك شبه الطازجة، لكن ما يتغير لونها. فأضيف، لو تلاحظوا معي الحبة كلها كأنها طازجة، فالمثلج يكون أحسن لك من المعلب. فالإضاءة عندي شوي ظالمة البازيلا، ولكن إن شاء الله فهمتوا وصلت الفكرة. نقلب على الخفيف. بعد ما نقلب نصب ماء، ثم الفلفل وضعته طبعا، هذا هو الفلفل شوفوا. أيضا نضع الماء الحار، اللهم صل على النبي. ترفعونه شوي، يعني ترفعون الماء وتتركونها إلين ما تستوي. كيف تعرفونها استوت؟ أنا أخذ الحبة يعني يمسكها، إذا لينة خلاص ضبطت عندي. إذا لسه أو أخذوها على جنب على طول، إذا ضبطت خلاص. هذه بالنسبة لطريقة البازيلا، تكون لك أسهل طريقة. بس هذه المكونات. في ناس تضيف لها وتزيد، عاد بعضهم يسويها بالجزر، بالبازل، بالبطاط، هي نفس الطريقة. الله منهم يضيفوا لها مكونات ثانية. أعيد وأكرر، البهارات على ذوقك، البهارات اللي تبينها حطيها. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. وإن شاء الله تشوفون الطريقة فيما بعد. هنا تقريبا استوت البازيلا وطلعت.